لما بتسمع اسم سوريا يا غالي بتتذكر الأموي وقاسيون وريحة المطر بحارات الشام القديمة والسهرة لطلوع الضوء على سور قلعة حلب. تعرف انه بسوريا اقدم مدن واقدم عاصمة بالتاريخ؟ سوريا يا غوالي يعني حارتنا، لما الجارة بتسكب للجارة وهالأولاد فلتانين بالحارة وبالشحاطة لاحقتهم الختيارة. سوريا يعني أرض الديار وهالبحرة المعباية بالياسمين والجوري. سوريا بيت جدي، شجرة النارنج لما كانت ستي تقطف منها ورقة وتحطها بالرز بحليب. سوريا هي جمعة خوالي وخالاتي على طشت الفول وسيران يوم الجمعة بدون المشاوي. اي والله مو اصول. سوريا هي مرايا والفصول الأربعة وعيلة 5 نجوم، وما لازم نفوت علينا برنامج الحصن يوم الجمعة، وأفلام الكرتون أهم شيء على الساعة 3 وننام على شارة غدا نلتقي. سوريا هي النملية والمشرقة والداكونة وبيت المونة. لما تزور سوريا بتشوف النخوة بالدير والنواعير بحما، أما بحمص تسمع النكتة الحلوة وبتتمشى بالأسواق القديمة بحلب، وأكثر كلمة بتسمعها ميت السلامة روحي. ولما تتمشى بشوارع الشام اوعى تسأل حدا على الطريق لأنه ممكن يبعتك على الهنولولو. وما تنسى تمر بدرعا والسويدة لتاكل ملاحي عند أهل الكرم والجود. أما إذا بدك ناس رايقة وجو حلو وطبيعة فعليك باللاذقية وطرطوس وجبلة ورقص البسيط وطلع على كسب وشوف هالخضار يا عيني. بسوريا لازم تجرب الملوخية والشاكرية والكبة بلبنية والصاجية وطبيخ الملاحي الحوراني والثرود الديري والباطرش الحموي وحلاوة الجبن الحمصية. وما تنسى تحلي بالشعيبيات الإدلبية. وأحلى شي بسوريا أهل الشهامة والنخوة، القبضايات، أهل الحسكة ودير الزور والرقة والقامشلي والبوكمال. وما ننسى أهلنا الطيبين والمعشرانيين بالقنيطرة والجولان. موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك هل أراك سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما هل أراك في علاك تبلغ السماك موطني عزنا غاية تشرف وراية ترفرف غاية تشرف وراية ترفرف يا هنا في علاك قاهرا عيداك موطني قبل ما بلش يا غوالي حابب اشكر شركة ديزيتك، شركة ألمانية للبرمجة والتسويق وإدارة صفحات السوشيال ميديا. هي اللي أعدت هذا البرنامج، وكمان هي بتدير صفحات الشيف عمر كاملة وبتدير صفحات كتير ناس مشاهير. لاحط لكم روابطهم تحت بصندوق الوصف. لك شبك برا الكادر وبرا شو اسمه. لك شبك ليش بطاحش علي؟ اخذ وحاط لي بالنص يوقف جنبك انا بدنا نحكي عن البرنامج سوا. اي برنامج؟ هذا اللي عم نسجله. يعني مسجله؟ يلي انت دبيتني قلت لي الله يخليك يا ابو عمير بدي صور معك. رح انشر الوسيله الصوتيه على الواتساب. حبايب القلب يسعد لي ايامكم يا رب. شو عم نساوي نحن هلا؟ عم نساوي لكم البرنامج اللي طلبتوه بعد ما كان الحلقه اللي انا عملتها مع الشيف عمر ترند لمده اسبوع على الوطن العربي وكسرت الدنيا، فقررنا نعمل لكم برنامج من كل قطر طبخه.
لا حبيبي، من كل قطر اغنيه. لا طبخه، انا فهمت شو راسم انت. لك لا بعيد عن انت من خطك. لما اجيت انا عن حسيتك خطك. طولان اول شغله، اكل معكرونه سباكيتي على 3 ايام. شوف يعني والله شالح الشحاط عليك ها. بس بركي حاطين لي جرابات مثلا والله تسميكه كذا. ما في شو الشغل. لابس الابقاب تبع غوار. اليوم سلام. رح نعمل اطيب منسف حلبي بالعالم على اصوله، عشان ما يزعلوا مننا الحلبيه. يعني انا بعرف في منسف اردني، في منسف ما بعرف كويتي، في منسف شايفين؟ لا كمان في شيء منسف بينه وبين كويتي. الحلبيه هذا خلص. ترى والله لا شو لا اسمه؟ اكيد. شوف سبحان الله عم يوقعك، يعني انت لحالك عم تزعل. ترى انا ستي حلبيه بيت بوادقجي. بوادقجي. اي والله يا حجي والله. كيف تنقوا فريكه ظريفه؟ هات لنشوف. اول شغله لون الفريكه، لا بيكون اخضر. لما يكون اخضر بيكونوا حجرجوا حاطين له يا غالي صبغه. كونوا حاطين له نقطه صبغه. كيف تعرف؟ مغشوش يعني. ايوه، بتاخذ شويه فريكه بتحطهم بالمي، بتحلهم هيك، بتتركهم ابو 10 دقائق بمي سخنه، بتلاقي الا الخضار نزل وصار لونهم صفر. بيصبغون يعني؟ لكن والله جد. عشان انت تفكرها ظريفه. الفريكه الظريفه يا غالي بتشك ايدك فيها هيك وبتعمل هيك، شايف؟ تفركها هيك بايدك وبعدها شو بتساوي يا حزرك؟ بتشم. شو ريحتها؟ فريكه. شو بدها تكون ريحتها مثلا رز؟ لك شوي. شم ريحه الشوي مشويه. فريكه فيها نوعين، في نوع اول قطفه بسموها زهره. نعم. بسموه الزهره، هي اللي بنعرفها من القليه. لا غيرها اسمها زهره، لها طريقه معينه بالطبخ وهي اللي عم نستعملها هلا زهره. تمام. وفي النوع الثاني اللي بتكون اطفال ثانيه كمان، هديك بنعملكم ان شاء الله حلقه عنها. الاصول بتتشوح بليه، يعني ليه بتسليها وبتشوحها بليه، بس انا الصراحه ما كان عندي ليه فشوحتها بشو؟ سمنه. هيك تشويحها على الخفيف، مو تحميص. الفريكه ما بتتحمص، ما بغسلها، بس تكون فريكه موثوقه جايبينها من مكان موثوق وظريفه ونظيفه، ما بنغسلها، بس غسلتها راحت طعمه الشوي. وهي شو المرقه؟ هي مرقه لحم. يا سلام. المنسف الحلبي بيصير باللحم يا غالي، مو بالدجاج. باللحم. بس شو لحم سارق لك؟ لا مو انا اللي سارقهم، سالق. انا مو سارق شيء، سالق لحم. سالق لحم. قرب وشوف لي على هالموزات المنهنهين. نهنها. بتعرف انا عشقي الموزات. شايف دغري فلتت. لا رجعها وخليهم هون مضغطين يا لطيف ودفيانين. هدول سلقناهم وتركناهم على جنب. والفريكه ما بتنتقع بمي عاديه، تنقع الفريكه بميه اللحمه. مية اللحمه. يا سلام. شفت ولازم تكون مية اللحمه عم تغلي وتبقبق بقى. عندنا هون 3 كاسات ونص فريكه. 3.5. تمام. بهاء لا مو بهاء. حلو. بهاء. انا لا براء. اشطب لي انا دي متابعتك ودي متابعتي شوي ما ولا شيء خلص. العويد هو العويد. شو بتقولوا بدل براء بهاء؟ هدي هيك. لا من هلا ورايح خلص بدك تشتغل معي. يعني اوكي بدنا نصور برنامج. شو اعمل فيه؟ لا هديها هيك مشان بس تهداي. ايوه بس هديها هيك مشان اوعى تكبشيها الله يرضى عليك. لا هلا بشوف. مشان نصفي المرقه. 3 كاسات ونص. قديش بنحط لهم مرقه؟ 10 كاسات ضعفهم. هي لانه المرقه بيكون فيها بهارات فيها شيء. طبعا المرقه سخنه. شايف لي على هالمرقه ما احلاها. بس اذا رشيتك بشوي عادي مشان الكنزه مشان التصوير مو مشان شيء. بس انا رح زيد عليهم كمان قدر كاسه زياده. ليش كاسه زياده؟ لانه الكاسات اللي عم بعبيهم اساسا ناقصين، نوالهم على القد اساسا 7 كاسات. واساسا الزهره، نوعيه الزهره بتاخذ شوي مي زياده. اما هذيك النوعيه حصرا تاخذ على القد، يعني يعني كاسه فريكه كاستين مرقه. بسم الله. وهي اخر كاسه. اهم شغله المرقه ما بنملحها واللحمه ما بنملحها لاخر شيء. حتى هلا المرقه حطيتها ما لها مالحه. ليش؟ الفريكه شلون هي الطريقه جاعده من غير ما يتحرك المي اللي جوا. ايوه. لا عم بيعطيكم وصفات غير شيء. ان شاء الله باذن الله حتضلوا معي باذن الله حتاكلوا اصابعكم ورا الاكل. عم بيعطيكم شغله ترجعوا لعنده برياحه. استنوا علي شوي بس اخذ السر المهني من ابو الشيف عمر. نحن هذا اللي خايفين عم نستنى عليك لنشوف صحيح. شو بنادوا ابو شو؟ دلع هيك. ابو لونا توكلنا. ماشي ابو لونا. هاد الشغلات الشوائب يلي بتطلع منه. الشغلات اللي ما بدنا اياها بتطوف فوق. قشرة قمح. ايوه. الشغلات الاصليه بتضل تحت. فهي كلها بنشيلها. ملح ما في هون. الفريكه من الانواع يلي بتشرب ملح دغري، بتشرب وتصير طعمتها مالحه. ما بنملح هلا بورجيكم امتى بنملحها. يعني مثل هذيك الحلقه بعد ما ناكل. لا انت ما تنسيني بس. بدك تعطينا شيء لحلب وشيء لحمام وشيء للرق. الرق ما بعرف صراحه، ما بعرف عنه شيء. ولي والله اوصوني. الله يجيرك التعليقات. عم بتخيل التعليقات المكتوبه تحت من رقه. ما بضل الرقه. هو لازم يعرفوا شغله انه انا خلقان بالكويت وعايش طول حياتي بالكويت، ولا بحياتي شفت الرقه ولا بحياتي شفت حمام. هي كلها اسرار عن براء العويد يا جماعه. يا ما حكيت لي بس ما بيتابعوا الناس. نبلش باهل حلب لك.
بس دقيقة قبل ما تبلش لا بهالحلقة. اله الا الله، لا اله الا الله، بدي اخذ الجو كله، بده يخلي الحلقه كلها. بعد ما قشينا الوش بنسكر عليها هيك ايه وبنكمرها. كمرة لا بس طبعا لما بنحط المرقه وبننقع فيها، قبل ما ننقع لازم شو نكون عملنا؟ شوحناها تشويح، بعدين بننقع بالمرقه. شوح يا مشوح، شوح له. يا مشوح شوح تررن. والفريكه ما بينحط لها ولا بهار ولا شيء. ولا بهار، بس أبداً. مرقه اللحم فيها القرفه وجوز حلو. الطيب وهالشغلات هي كلها، بس جميل هي جداً. بقلبها ما بينحط بهارات ابدا. جميل. الفريكه بتعتمد على طعمه وريحه والريحه، الشوي. ريحة الشوي. هلا نترك الحبه هون هلا تفتح وتبين على الوش، مو تنشف المي بس تبين على الوش الفريكه، نرفعها وقتها على النار بس المرقه سخنه. لازم تطفي. يعني هلا بدها ابو نص ساعه بيكون غنى لنا هيك كم غنيه براء. يلا. آهين من اللي انكتب سطرين فيهن عجب، آهين من اللي انكتب تررن سطرين فيهن عجب. والسطر الأول نار بعدي عنك يا دار، والسطر الأول نار بعدي عنك يا دار، التاني كله مرار محروم شوفة حلب، وما في مدينة بتشبه ليك بحسنك وبطيبة أهلك، وما في مدينة بتشبه ليك بحسنك وبطيبة أهلك، تاريخك ماشي وراكي وانت تمشي على مهلك، ودمعي عفرائك سكب. آهين من اللي انكتب سطرين فيهن عجب، يا سلام آهين من اللي انكتب الله سطرين فيهن عجب، والسطر الأول نار ابعدي عنك يا دار، والتاني كله مرار محروم شوفة حلب، والله من عنده ذلك خلاكي أحلى زمانك، ويا ما شعراء قالوا فيكي للمتنبي مع حمداني ومعرض شيخ الأدب. آهين من اللي انكتب تدرن سطرين فيهن عجب. الله يبارك له بالحلبي. خيو في مقولة بالحلبية أنا ايه. سمعتها ما بعرف شو صحتها يعني. هلا بيجي واحد حلبي عند صاحبه الثاني ايه. بيقول له ايش في بالسماء؟ ايش في؟ ايش في؟ قال له في ايه هلا بيقول له ايش عم تساوي؟ ايه. بيقول له عم بيسبح الخلاق. طبعا مش ابي خلان بحلب ودارس جامعه حلب، حلو. ونحن اصلا بيتنا بحلب. حلو. يعني بيوتنا عماتي وابي وكلهم بيوتهم بحلب، ما فلذلك شاء ما بيعرفوا غير حلب يعني. لك براء، حبيبي قلبي. والله ما اشتقت ترجع لسوريا؟ والله اشتقت كثير. يعني هيك تشوف البلد كذا. والله الله بيعلم قديش مشتاق، وان شاء الله هيك يجي اليوم نرجع فيه ان شاء الله يا تكون رب. الاوضاع تحسنت إن شاء والامور الله. صارت منيحه. ان شاء الله. وبهالخصوص على فكره ايه. انا من الزمانات من شي 5-6 سنين بالزمانات. بالزمانات لخال ايه. كتبت غنيه او مستوحاه من غنيه ثانيه. ايه. شفتها هيك على اليوتيوب، حلو. كان في هيك جماعه من مخيم يرموك هيك شاب موسيقي بيعزف على البيانو، والله ما عرفان شو اسمه، حلو. فغنى غنيه لسوريا. بس عم بيقول انه يا شعبي الغالي يا مهجر، هيك حلو، عم بيحكي على اللي تهجروا وعلى اللي طلعوا كذا، عم بيقولوا نرجعوا هيك. فانا كملت عليها واخذت هي اللازمه من الغنيه وكتبت عليها، بعدين كملت عليها من كل المحافظات تقريبا السوريه. حلو. يمكن محافظه محافظتين ما زبطوا معي بالوزن الشعري فسامحونا. أكيد حلبية. مرقول لا حلبيه اول محافظه حطيتها. لا ليش عم تطلع على القميص؟ مرتي قالت لي غير القميص هذاك ما حلو، قلت لها خلص طيب ثانيه ما هي بدك. نحن ولا شو. حلو. بس الغنيه ان شاء الله باذن الله، النيه ان شاء الله اذا تحسنت الاوضاع ورجعنا على بلدنا من ايام هيك إن شاء الله يا في رب. سلام ان شاء الله، غنية هنيك بإذن الله، وهدية لكل الشعب السوري الحبيب. يا شعب الغالي يا مهجر بكفي برا تتمرمر، يلا عودوا يا أحباب بكفي طال الغياب. يا شعب الغالي يا مهجر بكفي برا تتمرمر، يلا عودوا يا أحباب بكفي طال الغياب. يا أمي والله اشتقنا لك، عودي وضمينا بحنانك، يا رفاقي طالت غيبتكن والله اشتقنا لطلتكن. حلب وحمص ودار الزور قلبي عالفرقة مكسور، درع وإدلب وبيطرطوس قلبي بالغربة محبوس. لدقية وحسكة والشام بسماكي رف الحمام، الرقة سويدة وبحمام شو حلوة والله الحياة. يلي هاجر ع تركيا، يلي بردان بروسيا، ويلي سافر عاليونان نحن اشتقنا لك كمان. إيه سوريا الله يحميكي والله بروحي بفديكي، ايدي بايدك يا خيا يلا نرجع ع سوريا.
سوريا الله يحميكي والله بروحي بفديكي ايدي بايدك يا خيا يلا نرجع ع سوريا يلا نرجع ع سوريا. اعطينا وحده الله يبارك له. والله بدها وحده الله يبارك له غير شكل يعني هيك لما تسمع الغنية بتحس حالك بتفوت لقلبها مدري شلون. عجبتك الغنية؟ ايه والله كثير حلوة والله. بدك تسمعها رسمية ومسجل بس والله عن جد يقول لك كيف اذا يعني نسمعها هيك غنية على طول يعني تكون غنية نسمعها. افتح هي قناة اليوتيوب حلو. تدخل على قناتي حلو. تكتب يا شعبي الغالي يا مهجر حلو. بيطلع لك شو؟ بهاء العويد بهاء العويد تقول له مو هذا هو ما حتطلع معك ابدا. بتطلع لك قناه يوتيوب اسمعها اذا عجبتك. لا حنحط تحت بصندوق الوصف حنحط رابط الغنية تحت بصندوق الوصف والله اللي بدهم بتشرف اللي يسمعوها. عجبته الغنية يتفضل يسمعها يعني. اسمعوا لها وحطوا له عليها لايك كمان. واذا حبيتوها كثير بنسوي فيديو كليب. خلينا نكمل الطبخة ما هيك رجعنا. شاي بازاليا هلا شوف المنسف الحلبي ما بنحط له بازاليا بس نحن الشوام بنحط على الفريكة بازيلا نزعتها فانه ندخل هي بهي. هلا يعني نحن صحيح قلنا على الاصول بس العرق الشامي. طيب هل تسمحوا يا والله سمعت انه في حلبية بيحطوا اذا في حلبي شيء ثاني بس اللي انت لازم تدخل نحن مكوناتنا الشاميه على الاكل الحلبي ما يمكن يزعلوا منك. شافني رفيق حلبي ايه قال لي ايش بو هذا الشيف عمر مستلمنا صاحبك؟ قلت له ليش مستلمكم؟ قال بيحكي على الحكي الحلبي كثير خيو بس والله اني بحبه. الحمد لله. لا عن جد انا على طول بيقابلوني الحلبية يعني المحبة تبعهم والدعم كثير كثير كبير يعني بيعرفوا اللي يعني اللي شايف فهمان بيعرف انه هذا الشيء كله محبة. معناها براء لازم تعطيني. ما اشتقت لحلب؟ اشتقت لخيو حلب ام الكبب. لا تعطيك موال. على اليمه وعلى اليوم يا يوم حيل انتحل يا ويل ويلي حيل انقطع يا ويل ويلي انا. وعلى اليمه وعلى اليوم يا يوم حيل انتحل يا ويل ويلي حيل انقطع يا ويل ويلي انا. ودرب حلب ومشيته كله سجر زيتوني كله سجر زيتوني. لك حاجة تبكي حاجة وتنوحي حاجة تبكي وتنوحي وبكرة منجي يا عيوني وباكر بجي يا عيون عيوني. وعلى اليمة وعلى اليوم يا يوم حيل انتحل يا ويل ويلي حيل انقطع يا ويل ويلي انا. وعلى العقيق اجتمعنا نحن وسود العيون مو نحن وسود نحن عيوني. اي ما ظني مجنون ليلة يا الليلة قد جن بعض الجنون يا خيو قد جن بعض الجنون. فيا عيونا أعيني ويا جفونا جفوني يا خيو ويا جفونا جفوني. ما يقول يا تصبر اللي أحب ظلموني يا خيو اللي أحب هلكوني. شكرا. لك ايه عطوه زقفوا هيك زقفوا له والله. بس هالحلبي زقفوا له. ايوه اللي يزقف له والله. والله عن جد ولا احلى من هيك. اكشف عن المستور. ايوه هيك هلا الفريكه طافت فوق فيعتبر زبطت. لا ما طافت دقيقه بس دقيقه وين المعلقه تبعي هيك. الفريكه خلص يعني فاشت. ايوه مو فاشت يعني ظهرت نفشت. ايوه فتحت الحبه. انا هذا اللي بدي اياه. هذا هو حبه الفريكه فتحت. هلا شو بجيب؟ هلا بجيب ملح وبجيب
فلفل ابيض، ملح، معلقه ملح وحده، ما بنكتر ملح. الفريكه يعني غبابه ملح هيك. انت مو باول فيديو قلت لي ما بتتملح الفريكه؟ قلت لك حملحها، حقول لك امتى حملحها. صح قلت لي لا كان ما بتتحط عليها بهار قلت لي. ايوه ما بنحط عليها بهار، بس هذا مو البهار، هذا لا، هي يعتبر ربع. مع الملح. ايوه ربع فلفل ابيض. مشي لك ايه إياها، ماشي دبرنا اياها. هلا بناخذ هي الفريكه وبنرفعها على النار، بس بنخلي المي ترجع تسخن. اول ما تسخن المي بننوص انوص شيء، وبنحط عليها من على الوش ورق ألمنيوم مشان تحبس حرارة مزبوط وتفتح الحبة مزبوط. لأنه استواء الفريكة كتير ناس بتتعقد فيه، شيء بيطلع معه مخبوص، شيء بيطلع عم يقرط، كل حدا بيطلع معه شكل. فهي الطريقة هي الأصح. هلا بما أنك أساسا قلت لي يعني بتاكل فريكة بس يعني بترغب الرز أكثر، صح؟ إلا لا ايوه هيك، هيك الواحد مو بشوي اللي قصيناها وشو ايوه هذيك ما حبيت. ما بحب الفريكه ما يصير. ماشي. فعندنا هون يا غوالي كاستين رز منقوعين ولكن مغسولين غسلا كثيرا لحتى مو يطلع مثل من الفريكه ما النشا. بتغسلها. لا الفريكه ما بنغسلها، اوعكم بتحافظ، أنا اعوذ والله بالله. اي رز قصير طويل مقمط بالسرير، نحن عم نستعمل رز طويل، هذا عياره لكل كاسه ونص مي. بس قبل ما نحط المي عليه شو بنساوي؟ بنحمص الرز هيك تحميصه بقلب الطنجره، وبعد ما نحمصه بننزل عليه بكل كاسه رز كاسه ونص من مرقه اللحم. لك طبعا معلم بيزعلوا منا الحلبيه بعدين. وبس يغلي ويفوش الرز على الوش بتنوص عليه النار وبتغطيه وبتتركه ليستوي على مهله ابو 10 دقائق ربع ساعه. بس ما بتحطوا له بهارات ابدا، بس ملح وشويه فلفل ابيض. معنا 5 رابحين، وكل رابح يا غالي بيربح $50. وين ما كان بالعالم بيصلوه. بس السؤال شو هو يا ترى؟ هات لشوف صعب نسأل قبل السكب ولا بعد السكب؟ لا قبل مشان بدك تاكل تاخذ راحتك. بدي مخمخ بدي مخمخ على الاكل بدي يعني. اكل. بعدين تقول لي في مسابقه بتحكي لنا بدي اكل معلم. فالسؤال اي اعلى قمه بسوريا؟ شو اسمها؟ واكثر مكان منخفض بسوريا، يعني هذا الاسم وهذا الاسم بدكم تبعتوا اكثر مكان منخفض واعلى قمه وين. تحت بصندوق الوصف في رابط موقع الشيف عمر. نعم. تفوت عليه يا غالي، بتحط لي معلوماتك والمدينه اللي انت عايش فيها، وبتكتب الاجوبه وبتقول له روحي شايف لك. ونحن حنعمل السحب ان شاء الله على انستغرام بالستوري. اذا معناك متابعنا على انستغرام تلاقي رابط الانستغرام تحت في صندوق الوصف. عملنا فولو وحيوصل اسمك ان شاء الله للسحب. وهلا خلينا نسكب رجعنا لانه عم تصوري انت بتصوري. يلا بسم الله. وهي الفريكه. هلا الفريكه هي شغل ابراتب. شوف بسم الله بسم الله ما شاء الله. انت لهلا ما قلت لي من ابراتب بس مو مشكله. شوف في ناس بتقول لك انه الفريكه لازم تكون مخبوصه شوي، وفي ناس بتقول لك انه لازم تكون كتير هيك حبه بحبتها وشاده، لكن نحن بين البينين. شوف على هالفريكه، شوف ما شاء الله. شوف قربوا يا غوالي وشوفوا لي على هالرزات ما احلاهم. شوفوا كل حبه واختها. حطينا اللحمه بالفرن ودهنا وشها بالسمنه وعم نشويها. وهلا بدنا نطبق المنسف الحلبي. ناوليني هالصينيه يا مرة. يسلموا على الصينيه. والبازاليا وحمصناها. طبعا الحلبيه هون يحطوا بازاليا خضراء، بس بالشام بنحط على الفريكه بازاليا خضراء بس كتير طيبه معه. ما هذا اسمه منسف حلبي. انت غني وانا بسكوب. اتفقنا؟ روح قول يا يا رب. رب. روح شايف. يلا شوف. بيقول لك الشاعر: نعم سرى طيف من أهوى فأرقني، والحب يعترض اللذات بالألم. نعم سرى طيف من أهوى فأرقني، والحب يعترض اللذات بالألم. نعم 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 سرى طيف من أهوى فأرقني، والحب يعترض اللذات بالآلام. لولا الهوى لم ترق دمعا على طلل، ولا أرقت لذكر البان والعلم. يا ساكني
عدمت لكم معنى لطيفا سرى معنى هواه ضمن دمي. أيا رفارف روحي في معارجها بذكركم كم يداوى بالمنسف ألمي. ايه والله لولا الهوى لم ترق دمعا على طلال ولا أرقت بذكر البان والعالمين. بذكر البان والعالمين والنبي يا أما تعذريني تأني علي بدي ابو عمير يشكلسني. حبي حبيبي شغلني يلا لاني رايحة ولا جاية والنبي يما أشوف حبيبي عالطريق مخطر والعين سودا سودا والخديد ورد أحمر. طلبت وصل الحاضر لما نسهر والله منجاني لاني رايحة ولا جاية والنبي يا عمّا ومالك يا حلوة مالك تررن تررن هو المنسف غير حالك غير حالك ومالك يا حلوة مالك هو الغرام غير حالك حبطني فتن وعليك عوزالك لما رأوك بجمالك يا خيو لما رأوك بجمالك. قرب هيك شوف الفريكة وهالرزات ما أحلاهم. يا رب. وهلا بتيجي هيك للحمة. شوف اللحمة شلون. شوف شايف بتدهدر لحالها. شوف اللحم الزهري. يا حرام. هذا الحكي يلي بيجي منه بالفحص واللي عليه علامات. بيقول لك أطيب اللحم اختلط بعظم. ايه والله. تعطيها هيك وحده زبطني على الوش وبتفوت فوتك يا غالي. بسم الله. بلش اشوف انت مشان انا. شوف اللحم من جوا. شوف شايف منهنة. اللون منهنة ولونه بياخد العقل. هيك لازم يكون لون اللحم من جوا. بس يكون لون اللحم اسود من جوا يا انطبخ غلط يا نوع اللحم سيء. ما بيهمني هذا الحكي، بدي اكل. بسم الله. استنى شوي كلها 15 لقمه بالاول عشان يزدوا. هلا بيعرفوا اني دافع لك مصاري. انا عم بحكي الرز انا والفريكه. دمار شامل. هاي الأكلة من أطيب الأكلات اللي ممكن تجربوها بحياتكم. ما بتعرفوا هيك. شوفي هيك الطعم ما بينوصف والله ما بينوصف. أمان شلون. والله طيب. هو الأكلة ما بيعرفها. ها استغرب لما قلت له منسف حلبي. هات لي اسمه والله. كتير طيبة يا جماعة مو شوي. كتير والله شيء رهيب. شوف هذا الشلال لحاله منظر بيحكي يعني. عرفت شلون؟ حبايب القلب مثل العادة إذا عجبتكم الوصفة تحية كبيرة بدي لأهل حلب، لفصد حلب، لعند أبو بكري لكل السوريين ولكل السوريين طبعا. شكلتونا الامور وشغلتونا الأمور يا غوالي. كان معكم الشيف براء العويد والفنان عمر أبو بكري. أبو بكري القشطة. سلام. يا شام طوال عالقلب غيابك ما بيقدروا عغيابك غيابك عاليوم نرجع نروي أشواق القلب والعين تتهنى وابوس ترابك عالبال ايامك ترى عبالي واغلى من ترابك ما عندي غالي. على أول أبو فهد قول انا سوري نيالي لما اوصل لك واسجد على عتابك. يا شام طوال عالقلب غيابك ما بيقدروا عغيابك غيابك ومحبوب قلبك بالهوى سميتاني ومن بعد ما سميتاني عليتاني عجوان حق فوق السما ومن بعد ما عليتني
الله عليك يا فنان. اي والله تحيه فرقه كات، وتحيه كمان لعبد القادر زين الدين، هو كتب لي الكلمات، قلت له بدي هذا اللحن اعمل لي عليه كلمات الشام على السريع، والله 10 دقائق كان بعد اياهم. وتحيه للشيف عمر اللي والشيف عمر لانه شاركني بالرقص هاي على المسرح.